تعالي بقى معايا عشان النهارده هنعمل احلى سندوتشات كبده اسكندراني. الكبده الاسكندراني دي من الاكلات السهله السريعه، واللي يعمل الكبده زينا نقول له يا عمنا. تعالي بقى كده لاني هنعملها النهارده بطريقه سهله وسريعه وحلوه جدا. محتاره بقى؟ خلاص اعملي لهم كمان الكبده سندوتشات، اكيد شكلها بيتكلم عن نفسها. تعالوا بقى يلا بقى نسمي بالله ونصلي على الرسول. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ايوه هندق توم وكمان فلفل وملح وفلفل اسود وكمان شويه من السبع بهارات وشويه كمون، بس كده ما تكترهاش توابل لان الكبده ما ينفعش ان انت تكتري لها توابل. هتجيبي بقى كمان معلقتين كده من السمنه البلدي وشويه من الزيت، وانزلي كمان وقلبيهم بقى الثوم مع الفلفل والتوابل ياخدوا بس كده لون شويه، ونبتدي ان احنا ننزل بالكبده. ايوه انزلي بالكبده يا دوب بس تاخد تشويحتين. والكبده من الحاجات اللي ما ينفعش تتحط كمان على النار كتير، هي يا دوب تقلبتين كده وتلاقيها اتعملت معاكي وما بتاخدش وقت خالص. هنا بقى رحت كمان قطعت بقى فلفل. في اللحظة دي عايزة الفلفل سبايسي بتبقى يا سيدي في حتة تانية خالص. عايزة الفلفل بارد عشان الولاد ما بتحبش الحاجة حراقة، براحتك جدا. انت عامله حاجتك في بيتك فاعمليها بمزاج واعملي الحاجه اللي ولادك بيحبوها، وربنا يا رب دايما يحسن ما بين ايديكي، امين يا رب العالمين. شايفين بقى شكل الكبده؟ اكيد بتتكلم عن نفسها، صح ولا لا؟ خلاص بقى هنا كمان عايزه تعمليها سندوتشات فينو ماشي، عايزه كمان تعمليها سندوتشات عيش مفيش اي مشكله. ويا سيدي بقى مع الطحينه والسلطه، ايوه كده سندوتشات كبده عظمه. بس انا جوعتك؟ ايوه اكيد جوعتك لان شكلها فعلا يفتح النفس خالص. تعالوا بقى نجيب كمان الفينو، نبتدي اللي احنا نفتح الفينو. كنت عملت كمان سلطه، هبتدي كمان اللي انا احط بقدونس بقى كده في الفينو، وابتدي اللي انا انزل كمان بالكبده في السندوتش، وحطي كمان بقى الطحينه. ويا سلام بجد بجد سندوتشات في منتهى الجمال، حلوه قوي قوي، اكله سهله سريعه مش تاخد معاكي اي وقت خالص، وبجد في منتهى الجمال. طبعا عشاق بقى الكبده الاسكندراني مفيش اي كلام لان بجد تفتح النفس وحلوه قوي قوي، مع شويه سلطه بقى. ولازم كمان تعودي ولادك السلطه جنب الاكل، صح ولا لا؟ ودايما هقولك مع اسماء ولا تفكري ولا تحتاري، خدي مني فكره واعملي الاكله دي تاني يوم. ويلا بقى نصلي على النبي مع بعض، ودايما واحنا واقفين في المطبخ نصلي على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ما تنسونيش بقى في لايك وكومنت حلو منكم، وتفعلوا زر الجرس عشان ان شاء الله يوصلكوا اشعار بكل فيديو انا هنزله، لان الايام اللي جايه هنعمل مع بعض فيديوهات حلوه جدا جدا ان شاء الله باذن الله. شايفين بقى هنا عملت بالفينو وعملت كمان بالعيش، اللي عايز كده ياكل واللي عايز كده ياكل. وهنا طبعا ابني ما صبرش وعمال يقول لي يلا يا ماما هاتي سندوتش العيش ده. ابتديت كمان اللي انا اديتهوله، بس اسكت كده؟ اكيد ما اسكتش. خدت انا كمان سندوتش فينو وابتديت اللي انا اكل فيه. بالف هنا وشفا عليا. اشوفكم على خير ان شاء الله في فيديوهات كتير جدا جدا، ونعمل مع بعض احلى الاكلات واحلى الوصفات. وهنا بقى عايزه اقول لك كمان ان لازم السلطه جنب الاكل. مين زينا كده لازم السلطه جنب الاكل؟ ولا يا سيدي بقى لو حطيتي كمان شويه مخلل، ايوه شويه مخلل، عندك ليمون عندك زيتون عندك فلفل مخلل، حطي لاولادك كده واكليهم وشبعيهم، وربنا يا رب يخليكي ليهم. اشوفكم على خير ان شاء الله في فيديوهات كتير جدا جدا، واسيبكم في حفظ الله ورعايته. والسلام عليكم ورحمه الله.